السمك من الأكلات الحلوة الخفيفة، خصوصا السمك المشوي، وكمان من أهم الأكلات اللي تنفع للدايت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض السمك المشوي في البيت بمنتهى السهولة. المهم إننا نعرف إزاي نشتري السمك الصح اللي ناخد منه كل الفايدة وألذ طعم، وكل ده هنعرفه مع بعض في الفيديو. تعالوا على طول نبدأ بالوصفة، بس الأول ادعموا الفيديو ده بلايك، ولو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة. ولو أول مرة بتشوفوني، أنا غادة وقناتي حلوة وسهلة، ونبدأ بسم الله. وعلشان نعرف السمك الصح اللي نقدر نشتريه واحنا مطمنين، لازم يا بنات جسم السمكة يكون لامع قدامك، وده دليل على ان السمكة دي لحمها سمين شوية. اما لحم السمك نفسه لازم يكون متماسك يا بنات، يعني لما تمسكيها من ظهرها كده لحمها ما يغرس معاكي، وده دليل انها طازة. كمان العين يا بنات لازم تكون بتلمع وكأنها صاحية. اما الخياشيم فلازم تكون حمرة او بينك غامق شوية. ريحة السمك يا بنات لازم تكون مدية على ريحة البحر، ملوش ريحة منفرة. كده اعرف ان السمكة دي سليمة جدا واخدها وانا مطمنة. وفي الأول يلا بينا نحضر مع بعض المحلول اللي هنملح بيه السمك بعد ما نشويه. معايا معلقة كبيرة من الثوم المفروم مع فلفل أخضر مفروم، يعني ده ثوم مفروم مع فلفل أخضر كنت مخزناه في الفريزر. هناخد منه معلقة كبيرة. كمان هضيف معلقة كبيرة من هريسة الشطة الحارة، ونص كوباية من الخل الأبيض. كمان معايا معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الكمون، ونص معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة. كمان هضيف عصير 3 ليمونات كبار مع القشر بتاعها. واخر حاجة هضيفها وهي كوباية مية كبيرة. وهقلب كل الخلطة دي واسيبها على جنب على ما نجهز السمك مع بعض ونشويه. وطبعا تقدري تدوقيها بطرف صبعك كده علشان تظبطي ملحك كويس وما يكونش الملح زيادة او ناقص، لان السمك هيتشرب منها، فمش عايزين يكون السمك عادب قوي ولا مالح قوي، علشان نطلعه مظبوط زي ما بنجيبه من بره بالظبط واحسن. معايا كوباية كبيرة من الردة أو نخالة الرز الناعمة، اللي هي قشرة الرز، بس شرط تكون ناعمة، أو خليط ما بين الاتنين، ده ينفع وده ينفع، بس المتعارف عليه أكتر وهو الردة. هنستخدم النهاردة السمك زي ما هو، زي ما بنشتريه جاهز من بره بالظبط، مش هنفتحه. أنا عارفة إن السمكة بتاعتي طازة وسمينة وزي الفل. هاخد سمكة سمكة زي ما هي كده وأغرقها بالردة من كل الجوانب. أما بالنسبة لتسوية السمك يا بنات فممكن تسويه على البوتاجاز. بتجيبي صينية كبيرة وبتحطيها على عين البوتاجاز وبتسخنيها كويس جدا. بعد كده بتبدأي ترصي فيها السمك بتاعك على كل جنب من 10 ل 12 دقيقة، ونقلبه مرة واتنين وتلاتة علشان يستوي معايا من كل الجوانب. وتقدري طبعا تاخدي الصينية زي ما هي مرصوصة قدامك كده وتدخليها فرن البوتاجاز وبتولعي الشواية بتاعتك، طبعا بتكوني مولعاها من قبل، وبتبتدي تقلبيه على كل وش برضو من 10 ل 12 دقيقة علشان يستوي من كل الجوانب تحت الشواية. أما الطريقة الأفضل بالنسبة لي وهي الفرن الغاز العادي اللي اتربينا عليه، بيكون الفرن ساخن مسبقا، بنولعه من الجوانب ومن تحت، وبتكون النار عالية. بنحط السمك بتاعنا وبنقلب بنسيبه على كل جنب 10 دقايق مش أكتر، وبيكون السمك استوى معانا وزي الفل واخد اللون الحلو اللي بنجيبه من بره بالظبط. مش بياخد وقت منك ولا مجهود، ولا كل شوية بتقلبي فيه. هو يدوب 10 دقايق على كل جنب، وبتخرجي سمكك زي الفل وكأنك شارياه جاهز من بره. طبعا ده بخلاف ريحته اللي بتبقى طالعة مالية الدنيا،
وبتحسي ان انتي كده يعني عملتي حاجة، بتحسي ان انتي بتاكلي سمك فعلا. من ايه؟ من ريحته بتشهي اللي هياكله قبل ما ياكله. وطبعا كل ما كان السمك بتاعك طازة وسمين، كل ما بان في ريحته وانت بتشويه، لانه بينزل الدهون بتاعته اثناء الشوي مع ريحة الدخان، فبيعمل ريحة كده. يعني مش عارفة اوصفلك، كأنك شمها من بره لما بتعدي كده على محل بيشوي سمك وبتشم الريحة قد ايه انت بتشتهيها. الريحة دي هتكون موجودة في بيتك بإذن الرحمن. وأول السمك ما يخرج من الفرن وهو ساخن على طول بننزل بيه في المحلول الملحي اللي عملناه من قبل، وبنقلبه على كل جنب شوية علشان يتشرب منه كويس جدا. وعلى طول بنخرجه في مصفى علشان ينزل كل المية الزايدة اللي بتكون موجودة فيه. وبعد كده هنقدمه مع بعض، وبألف هنا وشفا على قلبك يا رب. عايزة أقولكوا يا بنات إن السمك المشوي من أسهل الأكلات ومن أسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها في بيتك. مش محتاجة أي افتكاسات، انت بس جمدي قلبك واتكلي على الله وانت هتعملي كل حاجة حلوة في الدنيا. وده يا بنات السمك اهو بيصفي ميته، وهنقدمه مع بعض، وبألف هنا وشفا على قلبك يا رب. وده يا بنات كان غدانا النهاردة، السمك المشوي الجميل اللي ريحته مالية البيت كله. عملنا السلطة البلدي بتاعتنا المميزة، وهنقدمه مع الرز الأبيض. وطبعا كلنا بنعرف نعمل الرز كويس جدا. كمان لو أخدتوا بالكم كنت بشوي مع السمك بتنجان في الفرن، مش عارفة أخدتوا بالكم ولا لأ. وعملنا منه أحلى طبق بابا غنوج، وهسيب اللينك بتاعه في صندوق الوصف أسفل الفيديو اللي حابب يرجعله. سفرة غدا خفيفة جدا على القلب وعلى المعدة، تعتبر من الأكلات الصحية، وتنفع جدا للدايت بس بدون رز. يعني بتستغني عن الرز، وممكن تاكلي معاه نص رغيف أو ربع رغيف على حسب الدايت بتاعك ازاي. وبنقدمه بألف صحة وعافية على قلبك يا رب. وكده بكون خلصت وصفة النهاردة، أتمنى تكون نالت إعجابكم. يلا بقى جربوها، وأكيد هستنى رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تدعموا الفيديو ده بلايك وشير لكل أهلكم وصحابكم. ولو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.